يا اخي اذا كانت هذيك عبوديه، انا نقول لك الجزائريين اللي كيبوسوا اليد ديال ماكرون راه كيعبدوه. انا غير اشرح ليا اذا كانت عبوديه، الا لا سميتيها يمكن عبوديه واش نقول لا. هذوك الناس اللي كيبوسوا نعم. يدين ماكرون واش هما عبيد ماكرون ولا وصلت عبيد فرنسا؟ سمعناك وصلت الفكرة. فإذا كان نعمم على تصرف فرد واحد أو فردين أو ثلاثة من 40 مليون ونعممها على الجميع، فتلك حالة شاذة. لدينا ثلاثة شذوذ في منطقة هنا أخطأوا وباسوا يدا وهم عبيد. المصيبة أن المغرب كله يعبد الملك. لماذا تعبدونه كلكم وتسمونه سيدنا كل البيت؟ يعني انا رفيق الدرب اسمح لي انا غنقول دقيقة لك برك. علاش. دقيقة فيصل، السلام عليكم. السلام عليكم. أعطينا ما هي الصناعات المغربية. كتقول لي المغرب بدون موارد وما عندوش الغاز والبترول. المغرب عنده الفوسفات وعنده زوج بحور كما تقولوا نتوما. سمعت هذه شي موارد والله هذيك الموارد تروح للعائلة الحاكمة. أعطيني واش عندكم في المغرب صناعة، تفضل. خوتي دقيقة واحد ما يقاطعني دقيقة. الا بغيتي نقول لك اشنو كاين في المغرب وتسمعني مزيان، في الصناعه ما نهضروش على الصناعات الاخرى، غناخذوا الصناعه مثلا صناعه السيارات اللي نتوما ما كتعترفوش بها. اكتبها صناعه المغرب. السيارات في المغرب لدرجه انه وصلنا كنصدروا تقريبا كنخرجوا تقريبا مليون سياره او وش هي نوع السيارات؟ نعم. وش هي النوع تاع السيارات؟ كاينه 208 ديال بيجو، كاينه لوغان، داسيا، داسيا بجميع انواعها، كاينه فيات ديال الايطالي، فيات ديال دقيقة باه نعطيك المعلومة. على بالك باللي هذيك استثمارات أجنبية. خليني نكمل لك. كمل لك باه نوضح لك نقطة باه تكمل. هذيك استثمارات أجنبية معظم الدول كيجيبوا خليني نكمل لك نشرح لك. انا عرفت اش غتقول، عرفت غتقول هذا الشيء. خليني نشرح لك كيفاش دايره استثمارات اجنبيه. متفق معك. بيجو ديال فرنسا، ستروين ديال فرنسا، داسيا حتى هي راه ديال فرنسا تابعه الرونو. يعني هادو استثمارات اجنبيه، ولكن راه وصلنا 80 ديال فرنسا، تيجي ديال فرنسا، دانون ديال فرنسا. الله عليك اسمح لي. تفضل. خليني نهضر نكمل. غير شوف نحاولوا ما نقطعوش بعضياتنا. انا وياك غير كنهضروا كنناقشوا. حتى حاجه ما ديالي حتى حاجه ما ديالك كنناقشوا. الا عندك تناقش معايا بكل احترام ونناقشوا، تسمح لي تخليني نهضر ونخليك تهضر مزيان. الا كنا غنبداو نحقدوا ونغوتوا وداك الشيء ما كاين لاش. اللهم نهنيو راسنا. انا ما بغيتش نتقلق في النقاش. داكور. انا غنقول لك كمل. هاد الصناعه اللي عندنا جبناها من فرنسا وجاو فرنسا هما اللي انستالاوها هنا، راه وصلنا 80% من السياره كتصوب في المغرب بايادي مغربيه. لانه راه كاينين لي سوت خيطون، كاينين الناس اللي كيصوبوا كل حاجه وكتصوب. بقات تقريبا وصلنا 80 او 85%. وشحال تدي؟ عطيني النسبة. صبرني. عطيني النسبة تاع الاستثمار هادي وشحال تدي فيه؟ حتى 50%، 70%، 80%؟ عباك بلي راك تدي 19%؟ انا غنجاوبك. هذا الاستثمار اشنو كتستافد فيه؟ في المره الاولى انا نقول لك مثلا، انا نرجع لك لسوماكا فاش يلاه بدات في المغرب كتصوب السيارات، ما كانت كتدي والو. اشنو دات؟ اشنو فرضات على المستثمر؟ فرضات عليه لا كومبونساسيون. السيستيم د لا كومبونساسيون اشنو هو بغيت تخدم شي حاجه عندي مزيان سيدي، غدير كل شيء ديالك انت، ولكن عندي انا اليد العامله ديالي انا. وكاينين شي حوايج اللي كنخدموا عندنا حنا في البلاد قليله. كنستافد انا اولا، كنستافد اليد العامله الخدامه. ثانيا كنستافد بعض الاجزاء كتصوب في المغرب ديك الساعه. ثالثا
كنستافد التقنيه كناخذ التقنيه من المستثمر. حنا المره الاولى بدينا يمكن بشي 40 ولا 45% ديال الصناعه كتصوب هنا شويه، دابا وصلنا ل 80%. يعني ما بقاش بزاف غنوصلوا لواحد 90 او لا كذا، يقدر يعود يجي غير الموتور اللي هو اللي يعود يجي من عند المستثمر. اتفق معايا؟ اذا هنا المغرب كيستافد. معليش علاش؟ عطيك تعطيني لا كلمه. انا جايك غير تصنت لي. انا جايك. المغرب اشنو كيستافد دابا؟ ديال العامله في المغرب سيتون يعطيني نسبة الفوائد شحال يدي بورسونتاج. غير اسمع لي والله انا غير نجيب ذلك الفوائد شركة. انا كنقول لك فيهم. اليد العامله هي يد عامله كاليفيه. علاش؟ لانه كل شيء مفورمي في السيارات وفي الكابلاج. يعني وما بقاش عندنا المستثمرين دابا ولاو اللي هز قشاوشو من اوروبا كيجي تانستالا في المغرب. يعني كيخدم الشعب، كيخدم الناس. شتي لا داو معاه اللي داو معاه. معليش عطيني يا فيصل. انت اذا اسمع المستثمر، انت كي يجيك المستثمر ويدي يعطيك غير 20 ولا 19% ويخدم لك اليد العامله، هل تعتبرها شيء ايجابي؟ واش اخويا شوف نعطيك واحد النقطه، نعطيك واحد النقاط ما تعتمدش عليهم انت، الاساسيات لو باز. لا غير اسمح لي، انا ما كنهضر معاك كتقاطعني. اسمع لي غنكمل. اسمع، واش في راسك لاباز دو بانه سيريال. اسمع فهمك لاباز دو سيريال او الصناعه كيما يسموا لاباز، القاعده على بلاتفورم تاعها واش هي؟ انك تمد. اسمع، ما كانش هو يدي فوق 51%. سمعت؟ سينو هنا راك فاقد السياده واحده. الدوزيام اليد العامله اللي تهضر لي عليها والتكوين وغيرها، لانه هذوك تعرف على جوك المغرب، لانه لو سنيك. سمعت؟ لو سالير تما في اوروبا باه تعطيه حتى 2000 و 3000 اورو، يجيب الخدم المغربي بقداه ما نعرف 3000 ولا 4000 درهم. انا غنقول لك اصبرني نكمل. ما قاطعتكش انا. كمل. علاش ما نشحاتش اسطنبول؟ علاش ما نشحاتش الجزائر اسطنبول؟ لا خلي يكمل اخويا، خلينا نفهموا شويه بشويه. بصح شوف شحال عندنا في اسطنبول. اسمع، في اسطنبول شحال كان عندنا حنا بورسونتاج؟ معليهش او يجي بصح وشحال الجزائر. النسبه تاع الشركات كما نقولوا حنا تكون الاغلبيه ليا انا بخبره اخرى. نحب نصفيك ونعوضك. سمعت؟ بصح انت دوكا عنده النسبه ليه هو اعلى قيمه منك انت، ما تقدرش تخرجو. وإلا خرجت لازمك. خليني تقدر باش عرفتي شنو هي النسبه؟ شنو هو الربح الكبير؟ هو ملي كيكون عندك يد عامله. اسمعني، كتكون عندك يد عامله اللي هي فورمي في هذاك لو برودوي، كيكونوا عندك شركات ديال المناوله او لا لي سوت خيطون اللي كيكونوا عندنا هنايا، هما اللي كيصوبوا كل شيء. عندك عامل اللي كيخدم في الكاروسري، عامل اللي كيخدم في البناوات، عامل اللي كيخدم كذا. وهذوك الشركات كلهم داك لو سافوار فير كيبقى في البلاد، كيبقى عندنا حنا، كيبقى هذاك الثمن او لا هذاك البورسونتاج اللي قليل، راه بحال الا كتخلص هذاك لو سافوار فير باش تجيبوا البلاد. ثانيا خصك تعرف بانه دابا كاينين طلقوا شركات اللي يصنعوا الطوموبيل او لا السياره المغربيه. لو كان ما كانوش عندنا هاد الشركات وعطيناهم دي بوسيبيليتي باش يربحوا في البلاد، ما غاديش نتعلموا حنا هاد الصناعه. نفس العمليه اللي كنديروا دابا في الطيران، نفس العمليه اللي كنديروا. وغادي يجي واحد الوقت اللي غادي يكونوا الناس مفورميين وعارفين، ما غاديش نحتاجوا شي واحد. ديك الساعه غنتشرطوا. الان المغرب يعني وصل الى انه يستثمر في الطائرات. اخي الفاضل، هل تعلم يعني ان الاقتصاد المغربي يعني 70% يعتمد على السياحه؟ وما هي تلك السياحه التي تتمركز
في مدينة لا لا لا، مراكش خلينا في الصناعة، وأكادير. خلينا في الصناعة. سيدي راه يخلط فيها بكرة كلب. سيد خلينا سيد مات يخرج اش 70 عنده. و80. ها صبرني صبرني نكمل كلامي برك. دوك نعطيو دقيقة رزقي كريم. اصبر. انت مادام كيما نقولوا حنا راك تمد في بورسونتاج الاجنبي اعلى منك تاع صاحب الارض، راه يستثمر. شوف في العامله في الارضيه في بزاف امور، او هكذا شكون راه يستغل فيك وانت تحسبها تقدم وغيرها. ومن صح بما ان المغرب يتقدم على كل خطره انا نشوفوا فيها الملك يروح للبنك الدولي، يروح للصندوق تاع الخليج، يروح للاتحاد الافريقي ويطالب بالهبه من بن سلمان ومن بن زايد بما انه دوله قويه سمعتوا صناعيه، علاش كان راه كايس على الملك كل خطره في بلاصه؟ لابلاب ها 2026 راح يأجلوا لها كأس العالم، كأس افريقيا 2025 راح يسجلوا 2026 لانه مازال حتى ما هيئتوش رواحكم وما كانش تحوس هي القيمه الماليه. سمعت القيمه الماليه باه يخدم الملاعب تاعو ويوجد روحه ما عندوش. فاتح. دقيقة يا كوزا. قدامك رمزي. رزقي سيز تفضل. مرحبا خويا. السلام عليكم، ربي يجازيكم على الكرة حاب نتكلم يعني بكل احترام لهذا السيد والخوت الجزائريين. مش معناتها بكل احترام، معناتها نسألك سؤال واحد وتخليني نتكلم. المغربي ولا المروكي ما تحبوا نسموكم، نسمع كما تحب، جيراننا اللي منا. نسألك سؤال بكل احترام، هل عندك دراية معاهدة اكس دي بان؟ هل عندك علم بها؟ تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ ماشي يسمع. هذيك معاهدة سرية السي رزقي. لا هي لا هي ولا معاهدة إفيون. هذوك معاهدات اليوم سرية. هي السرية نعرفوها متحملين مسؤوليتها. لا إفيون واخا واش قاري 26 صفحة ديال إفيون. انت مروكي، نتكلم معك بكل امانه. مغربي مروكي نهضر كيما نحب. موروكو سي اون انترناسيونال، انتم قابلينها. بارلون فرونسي الا بغيت تقول نهضر بالعربيه، نهضر لا اسمعني رزقي خويا. دقيقة خويا، خلينا من المروكي والمغربي ما تخليهش يهرب لك من الموضوع. ياك فهمت، هما انني معاشرهم ونعرفهم. قل لي اسكو هل عندك علم بمفاوضات اكس لي بان اللي جاء بعدها معاهدة اكس لي بان؟ عندك علم ولا ما عندكش؟ ما عندكش، على سبيل انك ماكش تقول لي. انا عندي علم، انا جزائري عندي علم. المفاوضات هذا بكل اختصار باش ما نحتكروش الكلمه. تعلم تاريخا. المفاوضات كانوا فيها ثلاث اطراف زائد فرنسا. كان طرف المخزن، وكان طرف المعارضه، وكان طرف السياسه. ثلاثه اللي تناقشوا. تحب نسميهم لك نقول شكون بعد المعارضه وشكون اخر؟ شكون الثالث؟ نو قلت ما نعرفش. دوك تحب تستفاد ولا تسمع واحده من الزوج؟ خير، يا تسمع لي نسمعك. هيا خير. لا اسمعني ولا تخليني نتكلم. انا نسالك نوضح. كاع فهموا مع ثلاث اطراف. ما بين هاد الثلاث اطراف واش جات النتائج عليها؟ اسمعني مليح بكل اختصار باش ما نكثرش معك، لان بكل احتراماتي لك ما نقدرش نناقشك. انتم من عكس لي بان. شوف، عندكم التسيير الاقتصادي في بلادكم مقسوم على ثلاثه. 50% سلام روكا تولي لفرنسا، و30% للاسره الحاكمه، و20% تضخ في ميزانيه الدوله. تعلم يا المغربي، هذا التسيير الاقتصادي تاعك. وما واش نقول نأيد باليدات اللي عندكم دوكا. اليدات هما ما قدرتوش لانكم ما بديت. ما هادو هو تسير الاقتصاد تاعك. 50% تديه فرنسا، وانت على بالك شكون مولات تي جي وشكون مولات المصانع انت تعرف. ونزيد نعاودك صحح معلوماتك. تسيير اسمع تي جي بي، اسمع دقيقة برك. تي جي بي اسمع صبرني دقيقة برك باه نعطيك واحد المعلومة ونكمل على راك. تي جي بي، دانون، كارفور ونسيت وشي اخر، هادي يديو غير 22%. كمل فتح ما بريسيزيلوش خويا. لاس طومبي سي با مون بروبليم. نعرف ليستوار تاعك كي قال لي قلت له وي بيان تصدق عليه في البرلمان الفرنسي ونعرفوا حنا ما نهربوش. قلت له هل على بالك بلي ما على بالهمش؟ ان سي باسي هذا الحق ما يعرفهمش.
واسمح لي مع كل احتراماتي اللايف تاعك راني نسمع ونخليك تناقش مع خاوتي. تفضل خويا. والله جاوبنا على واحد السؤال سي زكري. اخر تجربه نوويه دارت في الجزائر شنو هو التاريخ ديالها؟ ياكو زعما تقود اسمح انا لي نناقشوا في المواضيع. تناقش معاهم، شتا تناقش لا. معاهم. اسمح لي الحمد لله انا درنا غنهضر معاك في الموضوع حتى ان كان تجارب نوويه ولا لم تكن معنويه. اسمح لي لا ما تدخلوش في هذه المواضيع. حنا كنهضروا اقتصاديا وكنهضروا باحترام. خلي المواضيع اللي ما تجرح فيه ما يجرح فيك. هذا ماهوش اختصاص، الاقتصاد تاعك مقسوم على 3 وعطيتك الدليل لا وقلت غير لك. انا اسمح لي، انا غادي نمشي معك في انا غنمشي معك في الخط. يا اخي كيف قال لك الاخ اللي هو دابا ولا اللي هو تو دابا، هذيك المعاهدات ديال اكسليبان ولا ديال ايفيان في الجزائر وديال كذا دارها المستعمر مع الحكام ديال ديك الساعه، وفيها بزاف د الحوايج اللي هي سريه ياك. ما عليناش. انا كنشوف اليوم هذه القضيه اللي قلتو ديال التي جي في، وكنشوف ديال هذا راه كيف ما كان الحال. راه حنا كنقول لك الاقتصاد المغربي ما يقدرش يدير هذا الشيء كامل بوحدو، خاص لا بدا من المستثمرين. كتكون داخل الامارات، داخل مكتب سميتو النقد الدولي، داخل كذا، ولكن هذا الشيء هذا راه بحال ذاك الانسان اللي كياخذ ان كريدي باش يدير مشروع، وذاك المشروع كيستافد منه وكيرد الكريدي واحد العدد ديال السنوات، كيشيط ليه المشروع، كيسالي الكريدي ديالو وكيبقى ليه المشروع. وهكا باش كيتقدموا الدول، لانه الميريكان اللي هي اقوى دوله اقتصاديا راه غارقه في الكريديات. الدول فرنسا، اغلبيه ديال الدول اللي كنقولوا حنا راه دول كنضربوا بها المثل راه غارقه كريديات، لانه المشاريع كدار بالكريديات، كتمشي بالكريديات ياك. بالنسبه معليش كريديات اسمع لي دقيقه فيصل. فيصل نروح لواحد النقطه برك، محور النقاش برك، ما مش حنقاطعك. نجعلوا كريديات ديما الدوله تدخل ذائقه ماليه وراح تلجا للكريدي او تلجا للصندوق النقد الدولي، صح ولا ماشي صح؟ بصح المغرب هذا من نهار من نهار بدا هو في الكريديات. حنا كان عندنا كريديات. اسكو الجزائر عندها حاليا الكريدي؟ ما عندهاش كريدي. لا صفات. انا نناقشوا بالنسبه لهاد المساله ديال الكريديات. راه تيكون كريدي وكيكون مشروع، لانه الا جيتي تشوف المغرب، انا كنقارن في المغرب ديال الثمانينات او لا بدايه التسعينات، راه لا علاقه له بالمغرب ديال اليوم. يعني هادوك الكريديات كيبانوا لي على ارض الواقع، انه كنشوفوا البنيه التحتيه ديال المغرب. انا كبرت، انا تزدت في الثمانينات، يعني كنشوف البنيه التحتيه ديال المغرب غاديه لقدام، كنشوف المواصلات غاديه لقدام. دقيقه برك نشوف اللي طلعوا. دقيقه عبد الحميد السلام عليكم وصاحبك. السلام عليكم. هبطوا في زوج كيتفاهموا بلا خريطه، اروح نعاود نطلعكم. تفهموا في بعضياتكم وين خريطه، واروح نعاود نطلعكم. باحترام، الله غير يعطيك الصحه، الله يعطيك الصحه. بون خليني نكمل. بالنسبه فيصل خويا كمل. مرحبا بك، كمل خويا. بالنسبه لهذا الشيء اللي كنشوف انا في المغرب، الامور غاديه وكتقدم، غاديه وكتحسن، المستوى المعيشي غادي مزيان. السميك ديالنا هذا في هذا العام غادي يوصل تقريبا 400 الاورو، تقريبا غيوصل 400 الاورو. وانا كنعقل على اسبانيا غير في 2010 ولا 2008 ولا ماشي، كانت 400 الاورو. اسبانيا كان عندها السميك 400 الاورو. يعني راه حنا غاديين الكريديات والمسائل وهذا، راه غادي الناس ديالها راه مقابلين المسائل، وغادي القضيه غادي كتزاد. انا عقلت على السميك، عاقل عليه كيدير 1600 درهم. 1600 درهم هي 160 الاورو. من 160 دابا وصل غادي 400. راه هذا راه تقدم. اللي بغيت نقول لك انا خويا، بالنسبه للجزائر عندها موارد. خويا فيصل دقيقه برك نشاركوا الاخوه في التعليقات. من الاخوه في التعليقات نشاركوهم. هذا قال لك قول لهم 100 درهم شحال من دينار جزائري؟ 100 درهم 10 اورو. 100 درهم 10 اورو.
100 درهم 10 اورو. 10 اورو. ها هي اوكي. ما عرفتش انا الدينار الجزائري شحال، انا كنظن 2000 دينار. بالين الياباني الصيني شحال؟ ما عرفتش انا ما عرفتش. لا 5000 ين. سما الاقتصاد المغربي خير من الاقتصاد الصيني. معليش انا جاوبناك. اصلا ندخل لا سميتو ديال الشونج غادي يقول لك. انا ما عرفتش، انا غير المهم 100 درهم هي 10 اورو صافي. ماشي هكاك تحسب فيصل. دوك شوف كي نحسبوا بالاورو مثلا البيدون 5 لترات تاع الزيت هنا في الجزائر يدير نص اورو، تما في المروك يدير 2 اورو. هنا تقارن، ماشي تقارن العمله شحال دير، لا راك غلط. صراحه سي تقارن نورمال بالقدره الشرائيه. ملي يعطيك كيتزاد الصحة. انا غير بلاتي. علاش نتوما اسمح لي فيصل، يا فيصل اسمح لي. انا نشرح لك. انا نقف هذه خلي رزقي يهضر الساعه. فيصل خلي رزقي ما تكلمش، خلي رزقي. تعلم ادب النقاش. تفضل رزقي تفضل. اخويا ما تهضرش على الاداب لانه حنا كنناقشوا دابا. انت كتقاطع. لا معليش لا خلي لا الادب. معليش قال لك خليه يهضر. ما بغيناش نخرجوا لهذا الشيء هذا، ما بغيناش ندخلوا لهذه المسائل هذه. كان يقصد ادب الحوار، ما قالكش ادب الحوار. تعلم. انا كنت تعلم الاداب راه حاجه اخرى هذه. تفضل رزقي. سميتها قارصه، انا جيت على جالك. اسمع وليدي، كي تتكلم في امر ونلاحظ فيك تكلم بعلم ولا اسكت بحلم. تكلم كنهضر معاك بعلم. اسكت بحلم. هاي دوك نبين لك تهضر بجهل، دوك نبين لك نظهر لك بلا تتكلم بجهل. اولا تبع من المغالطه اللي انت كنت تتكلم وتمر في مغالطات. ما هي المغالطات؟ انا تكلمت بكل انا ظنيت تقول لي ما كاش منها معادله ما كاش منها، لان هي تغلق الاقتصاد تاعك. وانا نمدك دليل انه ما قدرتوش وما تقدروش تفتحوا الاسواق تاعكم على الشركات العالميه. مثلا في مجال السيارات ما تدخلش فورد وما تدخل حتى بلاد الا رونو بناء على معاهده سيكس بيكو. هذه حقيقه باش تكذبني، لان بعدك نعطيك زيد نعطيك دليل واحد اخر. كي تكلم انت قلت لك الاقتصاد تاعك وهذه نورمالمون تنفيها. لو كان جيت في راسك ننفيها الا بغات، لانها واعره. ولو مع الوقت بكل امانه انك واش ما يقدرش المخزن. نقول لك ال 50% اللي تديها فرنسا والعيب والعار 30% للاسره الحاكمه بالمغرب، هذا هو الاقتصاد تاعك المغربي. تبقى ال 20% اللي تضخ في ميزانيه الدوله. الدين العام يكون من طرف كاع في 3. بصح شكون يقضي الدين العام؟ عندك عجز في قضاء الدين العام. لانه علاش؟ لا كرواسونس تاعك ما قدرتش ديفلوبيها، لانه منظور الاقتصاد تاعك محصور عكس الجزائر. وغابت لك اللي ما قدرت تصفي اليد تاعها. ونتحداك وين كانت وين ولات. نتحداك وين كانت وين ولات. احنا ما عندناش دين. ما هو السبب؟ لان سياسه الاقتصاد وحريه تسيير الاقتصاد تاع البلاد ذات السياده غير حريه الاقتصاد تاع اللي عرفته لك. ونعاود نذكر 50% لفرنسا، 30% اسمع مليح للعائله الحاكمه، و20% اللي يكون جماعتك يا خويا فيصل. وتفضل كمل. لا هاد الارقام اللي كتجيب انا احترمك. هاد الارقام اللي كتجيب انا ما نقدرش نقول لك ايه ولا لا. غير حاجه واحده اللي نقول لك باش ما تمررش انت المغالطه. لا باش غير واخا واقعيه، غير ما تمررش مغالطات. بالنسبه الله يبارك دابا ساليتي خليني نهضر. تفضل ساليتي خليني نهضر. يلا خليني نهضر. دابا اللي كتقول الصناعه ما يمكنش تدخل شي حاجه اخرى من غير فرنسا. انا كنقول لك لي سوسيتي كابلاج دوطوموبيل عندنا هنايا اليابانيين، عندنا الكوريين، عندنا الالمانيين. فولكس فاغن راه ديال المانيا، وكوريا اللي منها شركات كوريه هنا بالعرارم، وعندنا لي سوميتومو ديال اليابان، ديال اليابان جابوني. داكور. دونك هنا كنقول لك بانه فولكس فاغن كانوا في مفاوضات مع المغرب باش يديروا اوزين السيارات في جديده، ياك مازال ما وصلوش لهذا. وكاينه بي واي دي، الا كتعرف الشركه ديال بي واي دي كتصاوب الطوموبيلات، كتصاوب لي ترامواي، لي تخان، كتصاوب الصناعات الثقيله، كتستثمر
في لي فواتور الكتريك بلي باتري ديالهم، وهذا راه في المفاوضات مع المغرب وغادي ديروا زين في الاقاليم الصحراويه في العيون ولا في الداخله، في واحد جوج بلاص من هادو. كاينين بزاف، كاينه شركه صينيه كانوا كيتفاوضوا مع المغرب على قبل رونو، لانه دخل المغرب في مشكل مع فرنسا وكيفكروا باش يبدلوا رونو بشركه صينيه. هذا كنقول لك ماشي سميتو الواقع. حيت علاش؟ راه من ماكرون راه هيا ما يطلب الملك باش يجي يتلاقى معاه في المغرب، لحد الان الملك كيقول ليه ما مساليش لك وما بغاش يتلاقى معاه. هذا انا كنقول لك دابا الواقع، ما كنقولش لك المعاهده اللي تسينات في كيفاه 1909. انا كنقول لك الملك ساكن عنده. شوفوا اللي كنعيشوا. اسمع اصبرني دقيقه فيصل. شكون اللي بعث خواتاتو للقصر الاليزي؟ قلتي شكون اللي خواتاتو راحوا الماكرون؟ لا الله يرضي عليك. شوف انت كتحاول ما امكن تجرني لتخسر الهضره. انا ما بغيتش نجر. والله ما اسمع، والله ما نجر. غير باش تعرف واحد القضيه، بالله ماني خسر معاك. حنا شفنا. اسمح لي الملك، العائله الملكيه عندها قصور في فرنسا، وكيمشي وقت ما بغاو ويجي وقت ما بغاو. ملي كيمشيو هذه مساله شخصيه. راه الملك ساكنه في فرنسا. ملي يمشي بغي الملك يمشي عندها، راه كيمشي عندها. ما كيمشي في مشيه ماشي رسميه، ماشي دبلوماسيه، ماشي كذا. كيمشي يشوف مو، او لا يمشي للقصر ديالو، او لا يمشي كذا. بحال ملي كتكون انت او لا الاغلبيه ديال الجزائريين اللي عندهم ديور وعندهم سميتو في فرنسا. لا فيصل هذيك امر معليش كيما تتكلم الملكيه وخواتات الملك. خليهم في الثقه وهضر معايا. اكيد عندك الحق فيصل. نسولك مؤخرا شفنا القجع قرض واحد الكريدي باش ينمي التعليم من فرنسا. هو وزير الماليه القجع. هذه في الجرائد تاعكم وفي الاعلام تاعكم، يعني قرض واحد 15 مليون اورو باش ينمي بها التعليم. كيفاش الملك يقولوا لماكرون؟ لا معليش، ما كاينش مشكل. وماكرون يرفض، يقولوا الملك راني ما مساليش ليك. ما قبل شهرين شفنا. دقيقه نكمل كلامي. يا ودي خليناك تحكي نورمال، واحد ما قاطعك. لا تسالي قبل شهرين شفنا اخوات الملك قاموا بزياره رسميه للإليزي، والصور راها موجوده يعني بالفيديو. ودروك انت جاي تقول لي الملك راه ماكرون يطلب يتلاقى وقالوا ما مساليش ليك. انا ما فهمتش، هل ماكرون وفرنسا ماشي واحد ولا كيفاش؟ انا غنقول لك كيفاش فهمني. المغرب تصنت ليا، المغرب بلد المؤسسات. ملي كتكون واحد المؤسسه تصنت ليا، ملي كتكون واحد المؤسسه الملكيه راه بوحدها. المؤسسه كل مؤسسه بوحدها، ماشي الملك قال لماكرون ما غاديش نشوفك يعني خسرونو تهز حوايجها تمشي بحالها. لا ماشي الملك كلشي كيكون مرتب وغادي. راه قطر بعض المرات كتعايرنا، والجزيره راه كتعاير المغرب، ورغم ذلك الملك واحد ما يدير عليه. غير بلاتي العلاقات والملك يبقى غير بلاتي. راه يقدر راه المؤسسه مثلا هذاك القجع في راس واحد المؤسسه رياضيه وداخل في وزاره الماليه. راه المسائل الماليه بوحده، مسائل الرياضه بوحده. ماشي غايقول مثلا القجع غادي يشوف مثلا يمشي ياخذ قرض من شي بلاصه يقول ليه الملك لا. الملك راه ماشي هو اللي كيحكم في هذه المسائل هذه. وي راه كاينين مؤسسات، كاينين مؤسسات الملك في القصر وصاي. ماشي في القصر وصاي. الملك كيرجع ليه الامر الاخراني الفوقاني الاخراني هو اللي كانت شي حاجه ماشي هي اللي كيبلوكيها. اما الامور غادي ما مساليش. هو ما مساليش مع الوزاره، يسمى عنده خدمه ماشي ما مساليش مع الوزاره. الله يرضي عليك. راه ماشي يا اخي كتهضر بتهكم. انا ما كنهضرش بتهكم، انا كنحاول نفهم. لا ماشي بتهكم، ونفهم ناس اخرين لانه هاد المسائل ما كيف انتم واخدين واحد النظره ما فاهمينش معنى الملكيه في المغرب. الملك راه كبير على داك الشيء، يسمى الوزاره هادو يتصرفوا تصرفات فرديه، ما عندهاش دخل
كاينه الحكومه، خالد صمت لي مزيان، دقيقة. كاينه الحكومه بوحدها معليش دقيقة، والملك دقيقة. بوحدو. ايوه دقيقة خلاص مقاطعة. فهمت مع فهمت. احتراماتي ليكم كاع دقيقة. تفضل سي فيصل، رزق. راك استفدت معلومة من بعدك تروح تحقق واش قلت لك. عندك الوقت بالاقتصاد تاعكم بناء على المعاهدات القديمة اللي درتوها انه محصور ومحسوم. واش قلت لك 50% من فرنسا. لا هذه غير فوتها قلتيها 70 مره هذه سمعناها، قاعد قول شي حاجه تتحقق، اخرى. تتحقق. لا نزيد غير نقول قول شي حاجه واحدة اخرى، حيت انا شوف شوف الاخ كيفاش رزق، اسمعني مليح. نعم. لا غير تصمت حيت كتعاود لا، كدور في نفس راح نفس نكمل. البلاصه. عايز نفيدك حاول انا بالله، عايز نفيدك حاول. يا فيصل. كنحاول افونسي. لا ما غتفيدني بوالو. عايز أنا نفيدك ما حاجه اخرى ما كناخذ- تعرفهاش. لا، أنا ما كناخذش المعلومات ديالي. اسمع تعال اسمع. ما كناخذش المعلومات من شي واحد. معليش ومن بعدك تروح تقلب كيما درتو. قلتوا لنا 12 قرن وجينا صافي، لكم يلا قلنا لكم 12 صافي، قرن دابا هذا زيد لقدام، خلي هذه زيد تبع لقدام. شمال افريقيا. نعطي لكم دليل. نزيد نقول لك حاجه ما قالهاش المخزن. الشركه الام لتسيير الفوسفات هي اسمها الشريف للفوسفات. فهمت؟ المكتب روح الشريف ادخل. للفوسفات. دوك اللي تعرف روح شوف كيفاش تروح دراهمكم للمستعمر باش تستفاد. وتفضل خويا. خاطر لو كان أنا غير- مع احتراماتي لا، لك، أنا هادشي اللي لو كان قلتي كله. جيت- لو كان جيت عندك معلومات صحيحه انت اسمع، تقر. اسمع. ونقول لك بصح كي راك تهضر راني قلت لك امور تصرفهم انت والمغاربه اللي يسمعوا لتحت. راني قلت لا، غير لك اسمع. راه بحال الشريف الفوسفات ما نروح نقصر. انا تفضل سمعتك خويا، تفضل. انا سمعتك دابا هذا الشيء اللي كتقول كله كناخذوا حنا غير 20% ياك من الصناعه ومن الفوسفات ومن كذا، كناخذوا غير 20%. ولكن كيف راه قلتها لك قبيله وربما ما استوعبتيهاش. انا بهذيك 20% كنشوف المغرب فين وصل بشهاده ديال الناس برا. المغرب تقدم مزيان بهذيك 20%. يعني ورغم ذلك رغم انه 20% وكنصرفوا على الصحراء وعندنا المشاكل وعندنا كذا، كنشوف المغرب فين وصل. انا كنقول لك يا اخي دقيقة فيصل نقاطعك برك. بغيت نكمل ليه. واش تصرف على الصحراء؟ واش تصرف على الصحراء؟ الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. لا 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 ما تمرش المغالطات. واش زيد نقول لك انت تصرف على الصحراء؟ أيوة. انا كنقول لك كنجر الصحراء من المسيره الخضراء لهذا الجهه، يعني من 75 لهذا الجهه. يعني كانت الدوله كانت كتاخذ من المغرب من الشمال ومن الداخل وكتزيد في الصحراء. علاش؟ المواد الغذائيه واحد الوقت كانوا كيتباعوا مثلا عندنا الحاجه اللي كتباع ب10 هنا كتباع تما ب5. الموظفين كانوا كياخذوا. علاه تما غير موحدين؟ لا غير بلاتي ما غير صبر، غير صبر الله يرضي عليك، غير صبر. ماشي بغير موحدين. انا غنقولها لك نيشان. ديك الوقيته بغى يعمروا الصحراء، بغى يكون تاع اعمار في الصحراء، خاص الناس تكون ان موتيفاسيون باش يمشيو. لا موتيفاسيون اللي كاينه هاربين ايوا تسمى احتلال غير مباشر. خليني نكمل لك. البروبليم فيصل اللي ما فهمتوش. دقيقة خلاص رانا. لا مازال ما كملتش الجملة اخويا. معليش يا فيصل هذاك راك مازال تهضر. ما كملت يا اخي راك تهضر وتعاود على بالك هذا المفهوم تاع لا ما كنعاود. الاقتصاد هذه الصحراء دابا فاتح سولني على الصحراء علاش كتصرفوا عليها. لا الصحراء انا عندي سؤال. عندي شوف فاتح هذا راه كيما يقولوا جابد روحو غير كي لقاك انت ناس ملاح زعما راه فتح معاك النقاش. فاتح ما كيتناقش في الامور هذه. دابا انا راه نسولك يا فيصل البارتيه تاع موريتانيا كيفاش حتى ديتوها نتوما ورجعت ليكم وليتوا تقولوا الصحراء مغربيه؟ هي كانت كيفاش البارتيه ديال موريتانيا؟ اتفاقيه مدريد. انا غنعطيك نبذه. الا خليتيني نكمل. لا نسالي برك وجاوب نورمال. خالد نعطيك الوقت الكافي. خليتني نكمل فاتح الله يعيشكم مع احتراماتي لكم يا ولادي. خلوني دقيقه برك باش نكمل مع فيصل هذا، لانه بعد نتكلموا في بعضنا نقول لكم واحد العفسه. شوف السي فيصل، انا كي قلت لك الشريف انا ما حبيتش نقولها لك، بصح لازم تديها معاك وتديها لبني عمك المغاربه، لانه راح نشوف نويل خاوتي فاتح وخالد مع مراهم يقصروا، وراح نقولها لك وتحملها بكل صدر رحب. كي قلت لك سالتك على الشريف الفوسفات وقلت لك فرنسا تدي، انت سكت. شريف الفوسفات نزيد نعلمك يا وليدي تابعه لو سي بي جروب. او سي بي جروب لا تيفوندو، نعطيك بالعربيه. او سي بي جروب
تأسست 1920 يعني قبل الاستقلال تاعكم، باش تعرف باللي انتم لازمكم هكذا. ما تفهم الا كنت مغربي وقح تعرف الجزائر واش راهي يهضر. حنا ما نهضرش بالكذب، ونتحداك ونتحدى المغرب والملك تاعك تجيب لي بلا الكذب. تشري في الفوسفات شركه غير مؤممه مبنيه من 1920، ما كنتوش مستقلين من 1920، تابعه الاو سي بي جروب تاع فرنسا، وتكلم وهاوليك خاوتي تكلموا معاه. رزقي خالد، انا بغيت غير نقول كلمه برك يعني نكمل المداخله تاعي معاه، ومن بعد خالد تكلم كي ندير ميوت وتكلم كيما حبيت. ماشي مشكل. بما يقول لك انه اسمع اعمار الصحراء وكنا نصرفوا على الصحراء، انت واش كنت تاخذ من الصحراء؟ تدي في الفوسفات وتذهب من الصحراء، نهبط العراوات. اصبرني خليني نكملها. كمل كتقول لي المغرب قاعد يتقدم ويتطور. اصبرني دقيقه اسمع معليش، عندي لك سؤال. اسكو المديونيه في المغرب راح تزيد ولا تنقص؟ راهي كل عام تزيد، ومن راح التقدم، وانت كل عام عندك زياده في المديونيه. كل خطره يعيط عليك البنك الدولي ويفرض عليك شروط. هذه ما قلتهاش انا، ابي قالها الاعلام تاعكم. اذا كان الاعلام تاعكم ضد المالك هذيك امر اخر. هذا الاعلام تاعكم اللي راه يقول رانا كل عام يمد ارقام ومؤشرات باللي راكم كل عام تغرقوا في الديون. تفضل. كما دام نغرق في الديون وراني مانيش نتقدم، ما كانش تقدم. تفضل ندير ميوت ونسمع الخالد وليكم. انا غادي نجاوبك انت. عاد ندوز للاخ الاخر. يا اخي فراسك بانه العام اللي فات جات المديره ديال البنك الدولي، البنك النقد الدولي للمغرب لمراكش بالضبط، وجاو وبقاو حالين فمهم في المغرب. البنك الدولي او النقد الدولي ما كيعطيوكش ان كريدي او ما كيمدوش ليك الفلوس فابور، لا كيمدوا ليك الفلوس باش هما يستافدوا، باش يشوفوا واش عندك. بحال البنكه العاديه ملي كتمشي تكريدي كتشوف الضمانات، واش عندك ضمانات باش ترد الكريدي او لا ما عندكش. اذا ملي جاو هادوك الناس ديال ديك المديره ديال مكتب النقد الدولي، وجاو جميع لي فينونسيي ديال الدول العالميه جاو لمراكش ومشاو فرحانين. انا هذه بالنسبه لي انا راه غير لو فات انه يكون عندك ان غارونتي باش ترد لي كريدي، راه العالم كيدير فيك الثقه. وملي كيشوفوا لي زانفيستيسور هادوك الناس ديال النقد الدولي ديال البنك الدولي داروا فيك المعلومات هذه يا فيصل. وبلاتي خليني نكمل، الله يرضي عليك خليني نكمل. انا جاي على بالك راك تهضر في كلام ايوا خليني نكمل. السي خالد يا خالد يا اخي لا دقيقه رزقي الله يعيشك، دقيقه رزقي الله يستر خليني نهضر. راه ما كنكملش الهضره، ما كتخليونيش نكمل الهضره في خطابات رنانه هكذاك. لا ما كنكمل كنرد تقول لي العالم كله جا منبهر. واش بيك فيصل؟ جا من بار ورجع الاخبار. على بالك باللي بهذا الكلام هذا قادرين دوك يدخلوا مغاربه دوك يقولوا انا ما كنقول والو. رجع الاخبار وشوف يا ودينا على الشيطان تاقي الله يا اخي. انا بها ما نحبش ندخل معاكم في الحوار الاقتصاد لانه لا مجال للمقارنه. انا بغيتك توضح لي النقطه. دقيقه انا داير الموضوع مع كل احتراماتي للمستمعين، داير الموضوع على جال بوليزاريو الصحراء. انا اللي بغيتي نهضر معاك فيها غير اعطيني وقتي تجاوب. اما الاقتصاد الشيء اللي هضرتو كاع غلط، ما كاين والو صحيح. كلشي غلط، ما كاين مشكل. انا حاجه والله غير كلشي غلط وانت على بالك بلي غلط يا ودي. دوك انا كنخليك تهضر ما نقاطعكش زعما راه يحضرني ما تضرنيش بصراحه وكلشي غلط يا اخي. خالد راه كلشي غلط واش من باهرو وكذا. انا غير نعطيك الخلاصه، لا خلي ما من باهر ما والو. هذا الجزائر كلها ما راناش نهضروا هذا الكلام بالصناعات اللي عندنا وبالثروات وبكذا. تجي تقول لي انت راه العالم جا ونباهر. باش ينبهر العالم؟ انا كنهضر لك على المغرب. الجزائر ما عرفتش شنو فيها. اي اخر دوله في المنطقه يا اخي، اخر دوله في المنطقه انتم هما المغرب، ما عندكم والو. اتفق معك انا ما عندكم حاجه. ياك حنا اخر دوله في المنطقه. ما عندكم. انا كيف قلت نقول لك حاجه اقسم بالله بالنسبه للاقتصاد غير اخر دوله، اكبر دوله مديونه في المنطقه هي المغرب. متفق انا زعما لا
هذا واقع ماشي انا اللي قلت. لا هو دابا الملك خرج قال اين الاموال، والاخر يقول لك قال احنا الاموال نسترجعوا بغى كذا. يحارب الفساد، بغى يحاربوا الفساد. الله يعاونوا الله يعاونوا. راه شتي بعينيك. شوف الله يعاونوا خلينا نديو الله ونجيبوا في يعاونوا. البلاد. شوف الله يعاونوا الله يعاونوا. ياك شتي ماذا بعينيك. بنا دقيقه بول بارا الله يعيشك. الله يعاونوا نهار يصلح الفساد نتكلموا على الاقتصاد تاع المغرب لانه ما كانش لا اقتصاد ما المغرب كاينش لا شيء. اقتصاد في العالم بلا ما كانش فساد. ما كانش يو ما كانش ما العالم ما عندكمش كاينش اقتصاد اقتصاد بلا يا اخي. انا نخليك تهضر انا زعما وما كانش والله ما عندكم اقتصاد ما عندكمش. عندكم ماشي مشكل. السياحه راحت داك الشيء ما كانش. ماشي عندكم مشكل. انا نقول لك الفوسفات كنتوا تسترزقوا به لما يعني حلت الجزائر هنا فرع من الفوسفات راهي بدات تدير لكم في لاكوم برومو في السوق منافسات كذا الى غير ذلك. يا اخي الاقتصاد الله يكون معكم. الفلاحه كيف واش من اقتصاد انتم المطر ما تصبش عندكم. انا مانيش نستشفى انا الله يجعلكم بخير ان شاء الله. بصح باش تجي تقول لي يا فيصل الاقتصاد وما الاقتصاد راه يا صاحبي الله يحسن العون. بون نوليو للموضوع. قول لي لا بارتي ما ديال خليتنيش موريتانيا ما خليني نهضر. تجاوبنيش يا ودي ما والله نعرفش خليني نجاوب. نهضر. خليني شوف، نهضر. شوف كيما تسمع انت السنايبي وابرنوس كاع انا تاني نسمعهم على بالي ما كنسمعهمش اخويا انا كاع من عندهم. هذوك الناس يا خويا هذوك الناس كلامك شوف الكلام اللي كنت تقول فيه كامل من عندهم سمعته عندهم قبل ما نسمعوا عندك. دونك ما كان هذاك راه كلام مغربي، هذاك راه حقيقه ماشي صنيبي ولا شي اخويا واحد حقيقه. لا انا الله ما يبارك كنسمعش تبارك الله. هادو الناس الله هادو، يزيد لكم. ولكن هذا الشيء يا خويا راه يا اخي انا يا خويا الله مادام كتبغي يزيدكم إن شاء تهضر الله. ما كتبغيش تسمع. الله يزيدكم الله يزيدكم. لا، دابا قول لي هضر الموضوع لب الموضوع انه علاش اتفاقيه مدريد تنص على النص يديه المروك والنص تديه موريتانيا. الان رانا نشوفوا باللي المروك تقول الصحراء كامل ديالي. وين راح النص تاع موريتانيا هذاك؟ كيف حدث له؟ انا غنقول لك دابا كيف انهزمت موريتانيا امام الصحراويين في حرب دامت 4 سنوات؟ لا غير بلاتي دابا وكيف انسحبوا وكيف ما عمر كانت الحرب بين موريتانيا والمغرب على الصحراء، ما عمرها كانت. لا موريتانيا والبوليزاريو لا انا قلت موريتانيا والبوليزاريو. غير اسمع الله يرضي عليك. سنوات من سنة دابا ما كتخلينيش نهضر. من سنة 75 إلى غاية 1979 انسحاب من الموريتان من الأراضي الصحراوية. انا غنقول لك كيف، ولكن لا انا تعطيني وعد واش تخليني نهضر. انا غير ملي كندق اشرح لي كيفاش. لا بلاتي عيد تصنت لي ملي كنشد لك شي نقطه اللي ربما كتوجع كتقطعوا عليا شي قطع من هنا شي قطع من هنا. دابا طرحتوا شي 4 الاسئله ولا 5. لا عندي سؤال واحد برك جاوب عليه. واحد ما يطرح عليك. تفضل جاوب. انا غنجاوبك. تفضل. ملي كانت الصحراء، ملي جات المسيره الخضراء وخرجوا الصبليون من الصحراء، المغرب قال لموريتانيا اجي نقسموا ماشي نقسموها وانما غادي يعطيها الطرف من الصحراء. علاش؟ لانه ما كانش قادر لا الحاله الاقتصاديه ولا الماديه على هذيك. ناض اشنو وقع ورجع لديك الحقبه وقرا على هذيك الحقبه. اللي وقع ديك الساعه هو انه برك نصلح لك واحد الامر. الامر. صبر بلاتي فيصل نصلح لك واحد المعلومه واصل. نصلح لك هذه نصلح لك المعلومه اخي. الا نكذب قول لي تكذب. بومدين الله يرحمه قال عرضوا عليا العرض هو كان يقتسمون الصحراء على 3. هواري بومدين ربي يرحمه ولد هواري كيقول لهم ما بغيتش انا الصحراء. شي الهواري كيقول لهم انا ما بغيتش الصحراء. هواري قلب على الخطابات ديالو ديال ديك الوقيته كيقول انا ما بغيتش الصحراء. ملي قال غنقتسموا الصحراء تم الهجوم على موريتانيا ومشاو حتى لنواكشوط. دخلوا كيقولوا بوليزاريو ولكن ماشي بوليزاريو. كانت ديك الساعه بزاف ديال سميتو لانه بوليزاريو ما كانتش عندها القوه ديك الوقيته باش تضرب في عقر ديال نواكشوط. ملي مشاو لتما ناضت موريتانيا عاد تراجعات. واش من عام تاسست فيصل بوليزاريو؟ واش من عام؟ اسمعني غير اسمعني خليني نكمل دابا السؤال. واش من عام تاسست وكمل؟ واش من عام تاسست وكمل؟ انت كتدخل ليا لسؤال اخر.
يا ودي قول لي واش من عام تبان نفهموا الموضوع، راني معاك في الموضوع. بوليزاريو راه بدات بدات بالمغاربه اللي كانوا صحراويين وبغاو يناضلوا ضد الاسبان. واش من عام؟ واش من عام؟ 72 غتكون بدات 72 و لا لا 73 73 ما عليناش. 72 هما اقترحوا على الملك الحسن، اقترحوا على الملك الحسن الثاني باش ينضم لهم وما حبش، تاسسوا وحدهم في 73. كمل. حيت علاش الملك الحسن الثاني كان عارف النوايا ديالهم، كان عارف بانهم غادي خاف الملك الحسن الثاني، كان خايف من هذا الشيء اللي داروا بوليزاريو. ملي هادوك من راه منهم داك السالم وداك ما شي سميات راه باقيين الان. ملي ناضوا ليبيا والجزائر احتواو هادوك الثوار او لا هادوك المناضلين او لا هادوك نسميو كيف ما بغاو، اللي باش نقول لك انه كلهم قراو في المدارس المغربيه وفي الجامعات المغربيه وكل شيء، ناضوا احتواوهم وخلقوا صنعوا بوليزاريو. فاش هجموا على نواكشوط ناد المغرب مشى سبق الصحراء وضمها كامله، دا الجيش ديالو وضمها كامله وجرى على دوك البوليساريو من تما. هذا هو، هذه هي القصه. كيفاش ضمها كامله؟ كيفاش ضمها كامله؟ نعم. اسمحوا لي نقول لكم خويا خالد، يعطيك الصحه على الانفيتاسيون. عايش خويا رزقي، الله يبارك فيك. سمحوا لي الا تبارك معك شي واحده. لا ما كاينش مشكل، غادي عادي. الله يسهل، بارك الله فيك. قول لي واش من عام هجموا، قول لي واش من عام هجمت البوليساريو على موريتانيا؟ غتكون في 76 ولا بحال هكا. 75. انا ما عندي شوف ما ضابطش. 75 غير ما ضابطش انا التواريخ. اصبر يا فيصل اصبر يا خويا. ما ضابطش التواريخ ديال هادشي حيت ما كنبغيش نهضر في التاريخ بزاف. انا بلاتي خليني نكمل اخويا. ودابا انتم خلينا نقولوا السلام عليكم للسيد الصاحب. السلام عليكم. عليكم السلام. مالك اخي مالك؟ حيت ما كتخليونيش نهضر كتقطعوا فيا سميتو. راه نورمالمون انت قاري تاريخ ولا ماشي قاري تاريخ؟ لا ما قاريش. اذا روح اقرا المغرب عبر التاريخ هكذا. اروح اقرا كتاب المغرب عبر التاريخ. انا كنشوف مكتوب خويا، كنشوف الواقع، كنشوف ديال دابا الان. محمد اصبر خليني نتكلم. شوف اللي كتبوا محمد الفاسي هكذا قال لك في 440 صفحه، فهمني. روح اقرا المغرب وشوف الحدود الجغرافيه تاع المملكه المغربيه، فهمني. شوف قبل الفتح الإسلامي وبعد الفتح الإسلامي، يعني شوف واحتل إلى العلوية. من بعد ذلك أروح ودوي على الصحراء. أنت راك لا معلومة لا تاريخ لا جغرافيا. أنا كنهضر معاك في الواقع ديال دروك دابا اليوم. دقيقة اسمع التاريخ. اصبر يا ودي انا اصبر دقيقة. شوف انت قلت لك التاريخ، قلت لي 76، هي ماشي 76 75. بوليزاريو هاجمت موريتانيا باش تحرر اراضيها، ودامت الحرب 4 سنوات حتى كملت في اتفاق في الجزائر سنة 1979. اتفاق ينفي باللي موريتانيا ولا المغرب يسالوا في هذيك الجهة. غادي نقولها لك، القذافي الله يرحمه دعم البوليزاريو باش خرجوا موريتانيا من الصحراء، دعمهم من الساقية الحمراء وواد الداب. راك معاي؟ دونك كيفاش يجي اليوم المروك يقول لك الصحراء تاعي؟ كيفاش شعب قاوم الاحتلال الموريتاني اللي هو صدم، ماشي هما صدموا، هو صدم باسكو اتفاقية مدريد 1975 تنص على اقتسام الصحراء. البند الثاني يقول لك اداريا تسلم اسبانيا الاداره للمغرب وموريتانيا. دونك يعني كانوا قاسمينها على زوج، فهمتني؟ يعني الشعب حرر ارضه ومن بعد يجيه ما كاين ما حرر ارضه. شتي يا ودي وشكون اللي حررها؟ يمشي ليها المسيره الخضراء. 4 سنين حرب محمد، ماشي نهار. 4 سنين اصاحبي. اسمعني 4 سنين حرب. قبل ما تحرك المسيره الخضراء للصحراء، الحسن الثاني وجه رساله للمحكمه الدوليه، ما عرفت واش في لاهاي ولا شنو، قالوا لهم واش الصحراء كانت علاقه بينها وبين المغرب
او لا. ملي بحثوا وقلبوا وبحثوا قالوا بانه كانت روابط البيعه، كانت بين الصحراء والمغرب، السلاطين المغرب تما وش فين هي نتيجة المسيرة الخضراء؟ اسمعني وش جابت مزيان. المسيرة الخضراء تما هذه فين فيصل؟ راه المسيره الخضراء في 75 راه هي اللي هي اللي حررت جابت. الصحراء من اسبانيا. اسمح لي الله يرضي عليك، انا باغي اسمح لي الله يرضي عليك، راه قلت لك ما قاريش التاريخ، ما بغيتش ندخل معاك في هذه المسائل هذه. شكون اللي كان أنا اللي يحارب من كنشوف اليوم 73؟ شكون اللي واسمح كان لي الله يرضي يقاوم من 73 ل 75؟ غير شكون؟ اسمعني الله يرضي عليك، غير اسمعني الله شكون يرضي اللي عليك. خرج الاسبان من الصحراء؟ واسمع لي الله يرضي عليك، الصحراء خلي خرج منها الاسبان هي كيفاش المغاربه. الملك يقول اذا لقيتم اسبانيين فعانقوه واقتسموا معه قوتكم، واذا لقيتم غير اسباني فاقتلوه. حيت مشاو وكذا تقول لي سلميين، عرفتي علاش؟ حيت مشات مسيره سلميه وتصنت، حيت مشات مسيره وشكون سلميه. لا ماشي سلميه. خليني نجاوب. حيت مشات مسيره خضراء سلميه ومشاو بكتاب الله بالقران لتما، والملك ديك الساعه عرف بانه غادي يكونوا غير الاسبان، غادي يكونوا ليبيين والجزائريين وبوليزاريو، وديك الساعه راه كانت كوبا، كان ما عرفتش شنو كاع اللي معاون على ديك الارض. يعني الملك قال لهم الا لقيتوا الاسبان حيت كاينه معاهده ما غيتضاربوش، ما غيكونش اطلاق النار مع الاسبان، هذا الشيء هي اللي كانت غاديين بمسيره سلميه، والا لقيتوا غير الاسبان ديك الساعه. وانا اليوم لانه كنت ديك الساعه صغير، انا فاش مشات المسيره الخضراء اللي كنت كنسمع هو انه المغاربه ديال ديك الساعه لو كان خلاهم، لو كان ما قالش لهم. اسمع الملك ديالك واش كان يقول. واسمع الله يرضي عليك، اسمع. خيولنا محلنا، ومن واجبنا كذلك شعبي العزيز إن وجدنا غير الإسبان أن نقوم بما يفرضه علينا الواجب من الدفاع عن المغرب، ومن الدفاع عن حوزة المغرب، ومن الدفاع عن سلامة المغرب. سمعت الملك ديالك واش كان يقول؟ ايه سمعت، هذا الشيء اللي كنشرح فيه، اصبر هذا الشيء اللي كنشرح فيه الاخ ابو اياد ابو البراء. شوف، هي كلمة أشرف عقل ما تكفيكش وما تنطبقش عليك أنت. هذا شنو هي؟ شنو هي؟ النقطة الثانية. لا عاود شنو قلتي؟ لا اسمح لي عاود شنو قلتي؟ سبحانك يا ربي يخليني. لا عاود شنو قلتي؟ قلت لك كلمة أشرف عقل ما تولمكش أنت. علاش ما تولمنيش؟ علاش أنت أشرف عقل؟ لا قول لي اشرف عقل، علاش ما تولمنيش ولا تولمني علاش؟ شرح لي علاش. ليه ما تولمكش؟ انت انسان مثقف وهارب لزمانك. شوف غير عود خطا. لا اسمح لي، راه الا كانت شي حاجه اللي تمس، انا اسمح لي الله يرضي عليك، انا من قبيله كنهضر ما عمرني جرحت شي واحد، راه هذا اشرف عقل كنقولوا عليكم. انا بالعكس وراني قدرت غير هذا اشرف عقل اللي كنتي باغي تقول عليا، راه كنقولوها عليكم. الله يرضي عليك، كنهضروا باحترام. اوكي ها اللي انا واش قلت لك؟ انا قلت لك هذيك المقوله تاع 10 ما تقولهاش كاع، ما تجبدهاش، ما كاينش في السياق ديال الهضره، ما كاينش في السياق ديال الكلام، ما تذكرهاش. هضر معايا راجل. معليش خليني نهضر، اسمعني. في خطاب الحسن الثاني قال لهم اذهبوا الى الصحراء فان لقيتم اسبانيا فقاسموا الماكل والمشرب وادخلوا خيامكم، وحتى ان رموكم بالرصاص فقووا ايمانكم. هذه دوك هذه واش تمعني؟ قال نحن لا نكن عداء للاسبان، هكذا يعني دوك هو الاسبان ما راهمش في حرب. النقطة الأولى. النقطة الثانية، وإن رأيتم ما غير ذلك فالجيش الملكي وراءكم. يعني إن رأيتم قال لهم شوف، قال لهم إلا شفتوا ولكن أنا ماشي داكشي اللي قلتي، ماشي داكشي اللي قال. عاود الخطاب. إلا لقيتوا غيرهم فاستعملوا، فديروا معاهم داك الشيء اللي كتستوجب الوقت. الجيش الملكي وراءكم.